السلام عليكم الاصدقاء ديالي، خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا الاعلام التونسي كيتحدث على الكلام اللي خرج به وليد الركراكي. قالوا في 2026 كنتمنى ان شاء الله نديو كاس العالم الى بغى الله، ولما لا. يعني اي واحد من حقه يحلم، حنا نحلموا والكمال على الله سبحانه وتعالى. اعلام تونسي اولا قال لك بان وليد الركراكي قال لك غادي يدي كاس العالم، ماشي كيحلم اولا كيتمنى غيدي كاس العالم، ولكن الاعلام التونسي كيأكد وكيقول لك بان هذه كذبه ابريل. الله يهديك السي الركراكي، خليك متواضع، خليك كذا كذا. واش شي واحد لا حلم وكيتمنى شي حاجه يوصل لها، واش هذه عاوتاني فيها التواضع والتكبر؟ والله يهديكم الاشقاء ديالنا التوانسه وما تزيدوش فيه نتوما. اصدقاء ديالي، واحد الفيديو رائع جدا يستحق المشاهده. كل ما كنطلب من خوتي المغاربه هو تباركوا لنا على ذاك اللايك في الفيديو هذا، يتبارطاجا ويوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقاء ديالي، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو. هذه مثلا ببلاد بجنبنا، بلاد كنا ممكن في نفس المستوى معاه اللي هي المغرب دور نصف نهائي في المونديال، مدرب محلي وليد الركراكي ديرنييرمون صرح قال المغرب تجهز كاس العالم القادمه. مش كيفاه؟ قال باش يهز كاس العالم القادم. هو قال يعني بلا سامحني راضي قالوا سامحني خويا راضي، ما سمعتش مليح ولا قال باش يهز كاس العالم معناها 2026 معناها مش يربح. اي باش يهز كاس العالم. هذه اكبر بوسون دافريل صارت في العالم، رابع عالميا كابتن. اكبر بوسون دافريل. يعيشك يا ركراكي، نحبوك نقدروك نهزوك فوق روسنا، عايش خويا لا للغرور. لا 48 بلاد راك تربحهم الكل يا مان. مش يلعب المكان، مش هذا الموضوع، مش هذا الموضوع. تو شنو تو معناها؟ تو الغرور مشينا تو مش تربح. خلينا نسمع راضي. اي هو فلت الفينال، اسمع هو فلت الفينال. تونسيون فهمتني خويا، سلموا عليك ركراكي ورمضانك مبروك وعايشك يا خويا، يفو غاردي لي بي سور تير، خاطر هذه راهي بالنسبه لي انا سي لو بلو غرو بوسون دافريل اللي صارت في العالم. راضي المغرب ووليد الركراكي. صحيح. يعني شوف، يعني البرفورمانس اللي عملتها المغرب لحد الان، يعني نحكيو حتى لاخر ماتش، يعني بالنسبه لي المغرب قاعده تتطور، يعني تطور مهول. شكون اللي قال يعني المغرب باش توصل للديمي فينال في الكوب دو موند، ووصلوا للديمي فينال. كيف الركراكي يعني قال اللي يحبوا يعملوا الاكسبوا في الكوب دو موند هذيكا، وعملوا. هو اكثر واحد واقرب واحد يعني لجمعيته والكيك نتاعو وجولاته، يعرف يعني المستوى نتاعهم. شوف راهو انا من العباد اللي نحب نحلم ونحاول نخدم للحلم هذيك كيما قبل صار لي معناتها انا بيرسونيلمون معناتها في حياتي. ولكن ديما يلزم ساقين على الارض، ساقين صحيح. واقعيه، لازم تكون فما واقعيه باش تصعب هو يعني المأموريه بالنسبه للمنتخب المغربي في كاس العالم الجايه وفي الكوب الافريقيا هذه الجايه، يعني دي ناسيون باش تصعب، لانه الناس الكل توا محتاطه للمغرب، وتعرف المغرب كيف تلعب، وتعرف يعني الافراد والملاعبيه نتاع المغرب، ويعرف التكتيك نتاع المغرب. دونك المغرب بالنسبه لي انا حضرت هي لكاس العالم تقريبا 10 سنوات، قاعده تحضر في الستركتور نتاعها وفي الانفراستركتور نتاعها، وجابوا طاقته يعني اللاعبيه، وحتى يعني الزكستان اللي دايرين باللاعبيه جابوا من بلجيكا وجابوا من فرنسا للإكسباتريي، وجابوا حتى اللي بيناسيونو خدامه يعني واستعملوهم، قاعدين يخدموا في خدمه صحيحه انسوفيزون بور غاني لا كوب دي موند. ولكن في كاس العالم الجايه 2026 يجب يحضرونها اكثر من اللازم، معناتها انه الجمعيات الكبار كلها قاعده تحضر. ما ننساوش اللي فما ديناسيون كبار قاعدين يحضروا كاس العالم وباش يكونوا معناتها حاضرين 100%. نتساءل انا واحد من الناس، يعني مشتاق توا، انا مازلنا نحكيو على 2023، مشتاق نحب نشوف يعني ليزيكيب افريكان، مش كان المغرب حتى تونس. تونس راهو بالنسبه لي انا قاعدين معناتها نتطوروا في الكيب ناسيونال، قاعدين نشوفوا يعني في ولادات معناتها صغار وعندهم لي كاليتي، كلهم توانسه يحبوا فرحانين معناتها اللي هم قاعدين يلعبوا تونس. وان شاء الله نشوفوا معناتها نشوفوا منتخب
قوي نجم يعني يلعب على الادوار الاولى سواء في الكوب دافريك ولا في كاس العالم ان شاء الله. شكرا لك نادي جعايدي مدرب سيركل بروش، سعيد جدا كنت حاضر معنا بالتليفون. فاصل مع تصريح وليد الركراكي كابتن كذب التفريل. هو خالد قربي قال باش ياكل كف. لا مش هذا الموضوع. ما قلتش هكاك، انا قلت كيما الكابتن يحط ساقيه على الارض ما يعملش كيما غلطه جمال بالماضي. اللي جمال بالماضي قال راني انا باش نهز في الاخر ما مشاش لا الكوب دي موند وقت تشوف حتى وخرج من الدور الاول في كاس افريقيا للامم. انا نقول له راكراكي راه كونترونور في بداياتك، عملت بيرفورمانس كبيره، الناس الكل ما تصورتش ان المغرب توصل اللي عملته في الكوب دي موند، اما راهو شويه تواضع ومازلت بعيد برشا على ما يلزم نقولوا له سي راكراكي صحفتوا لك يا راكراكي كان تسمع فينا، راهو لو سوكسي دو ماروك سي ان سوكسي كوليكتيف. نبداو من جلاله الملك وانت ماشي حتى للشوفير تاع الكارو كذا، سي ان سوكسي كوليكتيف. دو انا كنت نتمنى تقول راني مش نهز كاس افريقيا توتي ريلاتيف معقول، اما ابدا هز كاس افريقيا وبعد اعمل بالمراس روحك وبعد قاعد صح فطورك. مو كابتن هو يقول لك انا وصلت الرابعه عالميا يعني كل شيء ممكن به. قرعه الشامبيونز ليج ترجي المستوى الاول مع الوداد سان داونز والرجال، المستوى الثاني سيمبا الاهلي بالوزداد، شبيبه القبيل الترجي يواجه سيمبا الاهلي او شبيبه القبيل حسب رايك خالد الخصم الانسب للترجي. برشا كلام على تفادي الاهلي المصري بما انه الاهلي مازوت نقولوا يبدا من الاول يدهده شويه في الكومبيتيشن، بعد ياخذ ثقه في نفسه بشويه بشويه، ترشح بالسيف معنا للدور الربع النهائي وتوا باش يبدا عنده كلمته الاهلي في الادوار القصيره. شوف انا سمعت ندوه الصحفيه نتاع المدرب نبيل معلول، انا مش معاه معناتها اي فريق يجيني مرحبا به، على خاطر بالنسبه لي انا كما قلت تو الاهلي، انا قلت لهم الاهلي اذا فاتت الدوري المجموعات راهي باش تتبدل الاهلي، وشفنا الماتش كونتر الهلال السوداني اللي تبدلت شكلها 100%، معناتها كهرباء في فورمه بونتوات اكسترا اوردينير. انا بالنسبه لي أنا نحبذ ان الترجي يطيح مع سيمبا، خاطر الفريق معناتها نجموا في الانكار نتعاركوا معاه، معناتها نجم الترجي تربحوا. الاهلي راهي صعيبه، الاهلي انا قلت لكم مرشح ابرز للفوز باللقب. اما انا قلت لك المدرب نبيل معلول وجي اس كا مثلا شبيبه القبيل، جي اس كا انا قلت لك يا جي اس كا يا سيمبا، خاطر ترجي بالنسبه لي يعني خير منهم. انت ماذا بيك الترجي يتفادى الاهلي المصري، يتفادى الاهلي المصري توا في اللانكا، اما من بعد في الفينال وقت فما كلام اراء اخرى ممكن. خالد وكابتن خالد حسني انه يقول لك تجيني الاهلي توا نربح الاهلي الناحي خصم مباشر، وهو باش الشامبيونز ليج لازمك تربح الفرق الافضل في افريقيا. شو الشامبيونز ليج وقتاش بلات على كارت. اصدقاء ديالي خوتي العساس، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تباركوا على داك اللايك وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه ما كرهتكمش خوتي العزاز، تشتركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم